معالي جاله زهايمر من كتر ما اشرف بن شرقي بيتحرك في الملعب. الاهلي هنا هاجم الجبهه اليمين اكتر من 19 مره قبل ما الهدف بتاع تريزيجيه يجي، وكان سببها برضو هجمه من ناحيه اليمين. اشرف بن شرقي قدر ان هو يستغل الثغره اللي عند شبيبه القبائل، ومش اشرف بن شرقي بس، ده محللين الاداء هم اللي قدروا يستغلوا الجبهه اليمين وقدروا يلعبوا على نقطه ضعف في شبيبه القبائل، لان الباك الشمال بتاعهم كان غايب، والمدرب بتاع شبيبه القبائل اضطر ان هو يجيب الباك اليمين بتاعهم ووداه ناحيه الباك الشمال عشان اشرف بن شرقي هنا يتحرك زي ما انتوا هتشوفوا في اللقطات كده، ينزل لتحت دايما عشان يفضي المساحه اللي خلفه، وسواء ديانج او زيزو هم اللي يتحركوا خلفه، واتكررت اكتر من مره. في اللقطه الاولى هنا ياسر بيحضر ويلعبها لهاني، المفروض هاني يلعبها على طول لديانج اللي كان هيروح في المساحه. هاني رجع تاني بالكوره ولعبها لبن شرقي، وبن شرقي لعبها لهاني، وهاني كده كده اخر الكوره من الاول فالكوره طلعت بره. نفس اللعبه بس ديانج هنا هو اللي مكان هاني، وهاني رايح مكان ديانج، وهتلاقي اشرف بن شرقي داخل مكان زيزو، وزيزو هو اللي فتح عرض الملعب مكان بن شرقي، وده تبادل المراكز بين الرباعي اللي دايما كانوا بينفذوها. هنا زيزو هاخد الكوره هيبتدي ان هو يتحرك، لعبها لديانج برضه لفه الدايره لو لاحظتها، هتلاقي بن شرقي هو اللي راح مكان زيزو، وزيزو هو اللي رجع مكان بن شرقي، وهاني مكانه، وهتروح الكوره لبن شرقي، وبن شرقي يلعبها بالعرض بس الكوره تطلع ضربه ركنيه. نفس اللعبه بس هنا مروان عطيه بيروح بمكان ديانج عشان يسلم الكوره لهاني. بس عايزك تبص برضه على اشرف بن شرقي اللي دايما بيتحرك سواء في انصاف المساحات او بيفتح عرض الملعب او بينزل لتحت وبعد كده بيتحرك فجاه، وده كان سبب تفوق اشرف بن شرقي اللي اتحرك بسرعه وفعلا واتلعبت له الكوره من هاني من خلف المدافع، واشرف بن شرقي فعلا يلعبها بالعرض هنا، بس شريف يجلي الكوره وتروح لتريزيجيه، وتريزيجيه كمان يجلي الكوره وتطلع بره. الفكره ما كانتش ان الكوره تبدا من ناحيه اليمين بس، او تبدا من المدافع اللي هو ياسر ابراهيم بس، او من هاني او من ديانج، لا، هتلاقي هنا ان زيزو نزل عشان يحضر من ناحيه الباك الشمال بتاع النادي الاهلي ويلعبها لياسر ابراهيم عشان يسحب المدافعين بتوع نادي شبيبه القبائل، فالترحيل بتاعهم هيكون بطيء جدا زي ما حصل في نادي الزمالك. وفعلا سلم الكره لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم لعبها على طول لمحمد هاني. بس عاوزك تبص بقى على بن شرقي نفسه اللي واقف في مكان بعيد خالص اللي هو مكان ديانج، وديانج هو اللي راح مكانه، وهاني المفروض يلعبها لديانج بس هاني ما قدرش يوصل الكوره. اللعبه اللي بعدها هتبص على بن شرقي هنا استلم الكوره وسحب المدافع اللي هو الباك الشمال بتاع شبيبه القبائل، وديانج بيجري مكانه، وفعلا لعبها لديانج عشان ديانج يجري بسرعته ويلعبها بالعرض، بس هنا تريزيجيه بيقلش الكوره، ويجي دور محمد الشناوي هنا عشان تعمل هجمه مرتده وقت ما الكوره تكون مع شبيبه القبائل، وتلعب الكوره بسرعه على اشرف بن شرقي ناحيه اليمين، وفعلا الكوره الاولى تطلع ضربه ركنيه. محمد الشناوي هنا بيكرر نفس الكوره وقت ما الهجمه تكون مع شبيبه القبائل، ويمسك الكوره ويلعبها على طول بن شرقي، والكوره تطلع رمي التماس. الهدف الاول جيب نفس اللعبه دي، بس انا عايز اقول لك ان الهدف الاول هو عباره عن تحركات كتير جدا داخل الملعب عشان توصل لحد الضربه الركنيه، وهي بدات بهاني اللي لعب الكره لديانج، وهاني راح مكان ديانج، فديانج اتاخر، هاني زعل، المهم ديانج رجع لعرض الملعب تاني عشان يلعبها لمروان عطيه، ومروان عطيه يلعبها ناحيه الشمال على كوكا، وكوكا يلعبها لتريزيجيه. تريزيجيه هنا بتتقطع بس قدر كوكا يضغط وياخد الكره تاني عشان يلعبها تاني لمروان عطيه اللي يلعبها هنا لمحمد هاني، والمفروض يلعبها لزيزو. اللي انت تبص تحرك زيزو حتى هتلاقي ان زيزو اتحرك صح جدا وكان فاضي جدا، بس هاني ما لعبهاش لزيزو عشان يرجع بالكره تاني ويلعبها لتريزيجيه، وتريزيجيه يشوف بن شرقي اللي واقف لوحده خالص، وكانت الجبهه دي فعلا قدر يستغل منها اكتر من كوره، وبن شرقي يلعبها بالعرض بس تخبط وتطلع ضربه ركنيه، وقدروا يسجلوا منها الهدف الاول. الهدف الثاني بيكون نفس اللعبه اللي زيزو بينزل عشان يلعبها لياسين مرعي مع تحركات كتير جدا. هتشوف هنا ان ياسين مرعي خد الكره من زيزو، زيزو بيشاور لتريزيجيه يدخل لعمق الملعب عشان انا اخد الطرد، فعلا تريزيجيه بيسمع الكلام عشان الكره تروح لمروان عطيه يلعبها على طول لزيزو، زيزو بيستلم الكوره يلعبها لمروان عطيه. بس انا عايزك تبص على اللقطه دي ونقف شويه، لان هنا هتلاقي تحميل زائد ناحيه الشمال عشان يوجد موقف واحد ضد واحد ناحيه اليمين، وفعلا ده اللي حصل. هتبص تلاقي مروان وديانج مقرب وكوكا وزيزو وتريزيجيه، حتى محمد شريف مقرب هنا، وحتى بن شرقي داخل لعمق الملعب، واتلعبت الكره بعدها على طول لمحمد هاني. محمد هاني يلعبها لاشرف بن شرقي عشان يكون واحد ضد واحد فعلا، ويقدر اشرف بن شرقي يرقص معالي مدافع نادي شبيبه القبائل ويلعبها بالعرض لمحمد شريف اللي يقدر يخلص الكره بشكل كويس جدا ويحرز الهدف الثاني. وعاوز تعرف ان الهدف وكل اللقطات اللي احنا شرحناها متحفظه من اول الماتش لحد نهايته، هتظهر على تروب وقت الهدف الثاني، والشكل الجميل اللي ظهر بيه النادي الاهلي كان من تخطيط واداره واخراج تروب وكل محللين الاداء اللي كانوا معاه. وبكده يا حبيب اخوك اكون شرحت لك ازاي الاهلي فاز على شبيبه القبائل بكل سهوله وبكل سرعه. ما تنساش اللايك والمتابعه. كان معكم محمود الجندي وبشكركم.